السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم شوربه الشعير او التشيشه بفواكه البحر. غنحضروها بالاخطبوط اللي هو القرنيط او البلب، وبالسيبيا اللي هو الشوابي. غنقدمها لكم على الطريقه التونسيه، وهي من اشهر واحدث الشوربات التونسيه اللي ممكن تجربوها وتحضروها في رمضان. كتجي بنينه بزاف بمذاق خطير لا يقاوم. غنحضرها لكم بطريقه سهله ومبسطه. جربوها وتفكروني. خليكم معايا حتى الاخير باش تشوفوا الوصفه وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا المكون الاساسي لشوربتنا اليوم هو الاخطبوط والسيبيا او الشوابي. بالنسبه للسيبيا ما عرفت كيفاش كنقولها باللغه العربيه، اللي كيعرف كيفاش كيسموه يكتب ليا في التعاليق وشكرا. وبالنسبه للاخطبوط راني انا عندي مسلوق، وتقدروا تستعملوه طازج كما استعملت السيبيا طازج. المهم في الطنجره كنديروا زيت الزيتون، كنخليوه يسخن شي شويه، وكنزيدوا بصله مشلضه او مقطعه الى قطع صغيره، وكنشحروها او كنطيحوها حتى كتحمر شي شويه. من بعد كنزيدوا السيبيا ديالنا او الشوابي كيف الا كان عندكم يعني الاخطبوط او القرنيط طازج كتزيدوها في هذه المرحله هذه. كنزيدوا واحد 2 سنينات ديال الثومه محكوكين، وكنقليو جميع المكونات جيدا في الزيت باش كتخرج ديك القوه ديالها، وكنبقاو هكا كنقليو فيها مع التحريك المستمر حتى كتطلق الماء ديالها مزيان كما كتشوفوا معايا. وصافي وغادي ندوزو باش نزيدو المكونات الاخرى. من بعد زدت مطيشه محكوكه فري او طازج. في الوصفه الاصليه ما كيديروهاش، كيديروا غير طماطم مركزه كما كتشوفوا معايا، ملعقتين طعام من الطماطم المركزه وملعقه صغيره من الهريسه اختياريه. بالنسبه للتوابل ملعقه كبيره من فلفل احمر حلو، كركم، فلفل اسود، تابل كرويه اللي هو الكزبره اليابسه، وكرويه، ملح، وطريقه ديال القرفه غير موجوده في الوصفه الاصليه، وفلفل احمر حار او السودانيه. بعد انا زدت الحمص. هذه اضافات فقط ما كيديروهاش في الوصفه الاصليه. تقدروا تزيدوا اي خضروات بحال الجلبانه ولا الجزر الا بغيتوا الشوربه ديالكم صحيه. المهم كنقليو غير شي شويه ماشي بزاف. انا هنا قليتها بالماء السخون، كنزيد شويه ديال الماء السخون وكنقليها حتى كتشرب ديك التوابل جيدا. اما في الوصفه الاصليه راه كيقليوها في الزيت، ما كيديروش الماء، كيقليوها جيدا في الزيت. اما الطريقه هذيك ماشي صحيه، لذلك حنا كنديروا الماء في الاول شي شويه، كنمرقوها غير شي شويه وكنخليوها تتقلى حتى كتغلي واحد 7 أو 8 دقائق. من بعد في المرحله هذه غادي نزيدوا المكونات الاخرى. غادي نزيد ديك الاخطبوط ديالي او القرنيط اللي هو مسلوق، وهنا انا زدت الكلافز. كاين اللي كيدير الكلافز وكاين اللي ما كيديرهاش. وصافي كنمرق الشوربه ديالي بالماء السخون، ضروري يكون الماء السخون. المهم انا هنا راني درت كميه كبيره، كندير طنجره كبيره لانني الشوربه ما كنطيبهاش كل نهار، كنديرها على 2 أو 3 أيام. وصافي كنخلي الشوربه ديالي كطيب على خاطرها، وما تمشيوش بعيد، خليكم معايا باش تشوفوا التتمه ديال الشوربه ديالنا. كما كتشوفوا معايا الشوربه ديالنا طابت وهي حاضره، فيها واحد الريحه خطيره بنينه بزاف هاد الشوربه. كما قلت لكم انا الشوربه ديالي كنديرها على 2 أو 3. كناخذ واحد الطنجره صغيره وكندير فيها الكميه اللي حاجتي بها ديال الشوربه على حسب العائله ديالي. من بعد في المرحله الاخيره كنرشوا بالتشيشه او البلبوله او اوزان كما كنقولوا بالامازيغيه. المهم كل واحد كيفاش كيقول ليها. القاعده كتقول كل شخص كنديروا ليه تقريبا ملعقه كبيره ديال التشيش، وكل واحد كيفاش كيبغي الشوربه ديالو ثقيله او خفيفه، نتوما كتحكموا فيها حسب الرغبه ديالكم. كنغسلوها جيدا وكنصفيوها وكنرشوا بها الشوربه ديالنا وكنراقبوها وكنحركوها مره باش ما تلصق ليناش. وفي الاخير كنزيدوا رشه ديال النعناع الجاف
اختيارية، تقدروا تعوضوه بالمعدنوس كتعطي واحد النكهة رائعة وبنينة ولكن غير موجودة في الوصفة الأصلية. وكذلك في هذه المرحلة تقدروا تجدوا شوية ديال الجمبري أو الكروفيت، لأن الفساع كيطيب كنديروا غير في الآخر. أنا ما كانش متوفر لدي، اكتفيت بالموجود عندي وصافي. المهم كما كتشوفوا معايا الشوربة ديالي جاهزة، جات رائعة بنينة بزاف بزاف وخطيرة. وكانت هذه وصفتنا اليوم، شوربة الشعير أو التشيشة بفواكه البحر على الطريقة التونسية، من ألذ الشوربات اللي ممكن تجربوها. حقا وصفة تستحق التجربة، وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا الأخبار. المهم جات شوربة لذيذة رائعة بنينة بزاف، مذاقها خطير، ما يمكنش ما تعجبكمش هاد الشوربة وبالخطار. وكنتحدى أي واحد يجرب هاد الشوربة وما تعجبوش. المهم أنا شخصيا كتعجبني بزاف وكنحمق عليها، وهي من بين أفضل الشوربات المعتمدة عندي بعد الحريرة. كنتمنى تكون الوصفة نالت إعجابكم، وما تبخلوش علينا بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة، وما تنساوش الاشتراك في القناة. وإلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.